المجتمع بتاعنا مش بيحب الاذكياء، بيبص لهم ان هم ناس غريبه وناس متعجرفه، انهم فخورين بنفسهم وناس كده يا اخي غامضه كده، وناس كتير بتحس بالغيره كده من الشخص الذكي، وده اللي بيخليهم مشهورين بالذكاء. لو تلاحظ ان انت عمرك ما شفت طفل ذكي بيتنمر على طفل غبي، لكن دايما تشوف ان الطفل الغبي بيتنمر على الطفل الذكي، او الشخص الغبي، الشخص الذي ليس له قيمة، تلاقيه بيتنمر دايما على الشخص الذكي، الشخص المبدع، ويقعد يتريق عليه ويتنمر عليه بشكل سخيف جدا. دايما الاشخاص الاكثر ذكاء هتلاقيهم انطوائيون. بتظهر بعض الدراسات علاقة قوية جدا ما بين الذكاء والانطواء. ده مش معناه ان الناس الاذكياء دايما انطوائيون، ولكن هتلاقي منهم برضو ناس اذكياء واجتماعيين جدا وبيفرفشوا ودمهم خفيف. الاشخاص الاكثر ذكاء يقدرون الخصوصية، بس دايما هتلاقي الشخص الذكي بيظهر نفسه بس قدام الناس القريبه منه قوي. ناس كتير برضه مش هتعرف تقراه، فياخدوا عنه فكره ان هو ضعيف اجتماعيا، بس هو مش كده ابدا. ففكره ان هم متعجرفين او فخورين جدا او ان هم متكبرين زي ما احنا بنسميها، لا ابدا. دايما الشخص الذكي هتلاقيه شخص متواضع، اما الشخص الغبي هتلاقيه متعجرف ومتكبر بنفسه. دايما الشخص الذكي هتلاقيه بيقول لك ان انا مش متاكد، انا مش واثق في الحاجه دي، لكن الشخص الغبي دايما يقول لك ده انا عارف، ده انا اعرف اعملها، ده انا هجيب الدرجات النهائيه، ده انا هطلع الاول. ده الشخص الغبي، الشخص الفاشل دايما في حياته. اما الشخص الذكي هتلاقيه شخص متواضع، هتلاقيه عنده سن التوتر، انا خايف، انا قلقان، انا متوتر جدا في الاجابه بتاعتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من برنامج انجليشاوي على يوتيوب. قبل ما نبدا مش عايزين ننسى ندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم، اللهم امين. بس تم وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، شير الفيديو مع كل حبايبك عشان الكل يستفيد. ويلا نبدا بسم الله. الشخص الذكي مش هتلاقيه دايما بيتكلم، مش لعدم اهتمامه بالحديث، هم ليهم طريقة معينة في التفكير اللي أثبتت الدراسات بعد كده إن هي جيدة جدا، وعادة ما يكونون على حق في أفكارهم، وهم قادرون على استنتاجات وأفكار دقيقة للغاية. هم دايما هادين لأنهم مش مضطرين إن هم يعبروا عن كل أفكارهم لكل الأشخاص المحيطين بيهم. دايما الشخص الذكي مش بيحب يضيع وقت أو يضيع محادثاته في محادثات عديمة الفائدة، خاصة لما يبقى الشخص اللي بيكلمه اقل من مستواه. دايما الشخص الذكي هتلاقيه بيهتم بالموضوع مش بالشخص اللي بيتكلم، عكس الشخص الغبي بيهتم جدا بالشخص اللي بيتكلم مش بالفكره اللي هو بيناقشها. دايما الشخص الذكي هو شخص لطيف، مش بيحب يضايق الناس اللي حواليه بكلامه، فهتلاقيهم اكثر لطفا من اولئك الذين يتحدثون كثيرا. في رأي اخر بيقول كلما تقدمت في العمر مررت بتجارب كثيره كلما زاد ذكاؤك، وكلما زاد ذكاؤك اصبحت اكثر هدوءا في التعامل مع اي شخص. عقلك يفكر في كل شيء ويحسب كل خطوه وتبعات هذه الخطوه، إنه شيء مزعج. لم تعد الأشياء التي تغضبك فعلا، لا تتأثر بكلام الآخرين. عندما يتم سؤالك في شيء مهم أو عن مشكلة ما تفكر كثيرا وتضع الاحتمالات لكل جواب. لم تعد تتسرع في اتخاذ القرارات. هذا جوردن بيترسون أظن أنه فائق الذكاء. الذي يفعله في الصورة هو الصمت. قد تم سؤاله سؤالا وهو يفكر كيف يجيب، ولكنه يبقى صامتا لوقت طويل ثم يجيب بدقة. هذا ما يفعله الأذكياء. بالطبع يمكنك قول أن الأغبياء يظنون أنفسهم أنهم فاطنون، ولكن الأشخاص الأذكياء يعرفون أنهم متوسط الذكاء، وهذا يمنحهم ثقة بالنفس. ذكروا ذلك مع جوردن بيترسون. ليس لديه مشكلة بأن يقول أنه لا يعرف شيئا ما، ذلك لا يؤثر على ثقته بنفسه. من ضمن الأسباب لماذا الأذكياء يكونون هادئين بسبب الأشياء التي يتحدثون عنها كثير من الناس، خصوصا فائق الذكاء الذين يعرفون الكثير. يفضلون مواضيع معينة، المحادثات القصيرة في الحفلات أو النميمة ليست من تلك المواضيع. النقطة التالية، لماذا بعض الأشخاص الأذكياء يفشلون بالوصول إلى إمكانياتهم العظمى؟ واحد من الأكثر ذكاء، ربما يكون الأكثر ذكاء على هذا الكوكب، هو تيم يونغ. قام بحساب التفاضل والتكامل والتحدث ب5 لغات قبل سن ال5. في سن ال8 كان يقوم بحل المسائل الرياضية، وأنهى درجة الدكتوراه في سن ال15.
15 من عمره. لم يكن أيا من كل هذا بقراره الخاص. بعد اكتشافه لمعدل ذكائه الذي يزيد عن 200 درجة، وضعه ذلك على برنامج مسار فائق السرعة لحياته. بعد تكديس وتراكم كومة ركام مخدرة للعقل من الإشادات والأوسمة والجوائز الأكاديمية، عمل بوكالة ناسا لسنوات طويلة إلى أن استقال فجأة ودون سابق انذار. لديك هنا أذكى شاب في العالم، شخصا ذكاءه لا يضاهي ذكاء قزما أحد طلاب جامعة هارفارد، شديد الذكاء، وها هو يبتعد عن كل شيء. لماذا؟ لم يكن سعيد. كان الأمر شديد الحدة، ذي كثافة مضغوطة بالنسبة إليه. الشعور بالضغط الشديد، فقد شعر أنه كآلة، وقد أراد فقط شيئا طبيعيا. يعمل كيم الآن في جامعة عادية بمنصب أستاذ جامعي بهيئة التدريس. إنها وظيفة راقية ومرموقة لمعظم الناس، لكن بالنسبة له ليست كذلك. كيم ما زال مستهدفا من وقت لآخر بانتظام من قبل وسائل الإعلام الكورية بوصفه العبقري الفاشل. مع كل هباته ومواهبه التي يملكها، كان من المتوقع أن يغير العالم ويبتكر في العديد من العلوم. ويطرح السؤال الأهم: من قرر أن كيم من المفترض أن يغير العالم؟ بالتأكيد لم يكن هو. قد يكون السيد كيم شخصا ليس من الممكن لمعظمنا التواصل معه، لكنه يشبهنا ويماثلنا حتى في نقطة الصفر، كالمشاكل التي يواجهها الأذكياء فيما يتعلق بالإمكانات. فقط لأن شخص ما قوي وذكي لا يعني بذلك أنه يريد أن بعض الناس سعداء حياة محدودة ومنخفضة. الثالثة، لماذا الأذكياء قليل الأصدقاء؟ الذكاء هو تلك النسبة العقلية التي يكتسبها الشخص، قد تكون فطرية، حيث تصبح لديه قدرات ذهنية عالية متميزة عن الأشخاص العاديين في مجال من المجالات. غالبا ما يكون الذكاء يميل إلى الجانب العلمي كالرياضيات والفيزياء والأمور المتعلقة بالحسابات الذهنية. أحيانا يكون ذكاء يتعلق بالشخصية ويظهر في المعاملات اليومية. نركز هنا في هذا الفيديو على الذكاء العلمي. غالبا الأذكياء لا يكسبون الأصدقاء لأنهم لا يرون الأشياء بمنظور الأشخاص العاديين، مما يجعلهم غريبي الأطوار، خاصة في مرحلة الطفولة، مما يصعب عليهم كسب ثقة الآخرين. قد يكتسب الشخص ذكاء مع تقدمه في العمر وتعدد تجاربه، يسمى بالحنكة، وهو أيضا سيصبح منعزلا لنفس هذا السبب. هذا وقد استعرضنا معا لماذا الأذكياء هادئون. وهنا بينتهي الفيديو بتاعنا. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، ولو ما عجبكش الفيديو اعمل لنا ديسلايك وقول لنا في الكومنتس ليه الفيديو ما عجبكش. إنك دايما تكون فاكر وأن سعيه سوف يرى. سلام.